السلام عليكم، وحشتوني يا جماعة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي اتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا كلنا بنعملها قبل ما تيجي الدراسة. يعني اعتقد كل سنة اول ما تيجي تبدأ الدراسة كل واحد بيجيب ورقة وقلم ونقعد بقى نعمل جدول خطير ما يخرش المية، كبير عريض. بس في الاخر ما بنمشيش عليه. فانا النهاردة جاية اقولك ازاي تعمل جدول كويس تمشي عليه طول السنة ويكون مش عائق ليك، يعني يخليك قادر ان انت تذاكر وتنجز وكده. فكمل معايا الفيديو علشان نشوف ازاي تقدر تعمل الجدول ده. طبعا انا نبهت عليك الفيديو اللي فات وقلت لك انك محتاج دايما لما تيجي تسمع الفيديوز بتاعتي تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا. تمام؟ هات ورقتك وقلمك ويلا. النصيحة الأولى لعزيزي الطالب المجتهد اللي هيعمل جدول وإن شاء الله هيمشي عليه، أحب أقولك إنك محتاج أول حاجة قبل ما تبدأ في أي جدول لازم ترتب أولوياتك. بمعنى لازم تعرف إيه الحاجة الأصعب عندك وإيه الحاجة الأسهل وإيه الحاجة المتوسطة. الحاجة الأصعب دايما خليها الأول، أو لو تحطها في جدول للأسبوع مثلا، فأنت محتاج تحطها في يوم فاضي اللي هو أنت مش خارج فيه، مفيش حد جاي، يوم مفهوش حاجات كتير تتعمل. ليه؟ علشان الاصعب بيحتاج دايما تركيز، فانت محتاج تحطه في يوم فاضي. حتى لو هتعمل جدول لليوم فخليه هو اول حاجة في اليوم، وبعد كده حط الاسهل. فعلشان ده هيخليك توفر كتير وقت في انك محتار مش عارف تبدأ منين ومش عارف تبدأ ازاي. فالجدول دي مهمته هو يرتب لك اليوم، حط الاسهل الاصعب الاسهل وهكذا. النصيحة رقم 2 يا عزيزي الطالب، محتاج تعرف وقتك صح. يعني ما تفرضش في الجدول ان انت عندك 24 ساعة كلهم مذاكرة، ده غلط طبعا. يعني مثلا يبقى عندك مواعين وعندك مواعين. مش احلم بالمواعين يا جماعة، عندي مواعين والله. يلا الحمد لله. المهم، يعني هيبقى عندك مواعيد وهيبقى عندك دروس، هيبقى عندك خروجات ورايح وجاي كل شوية، فلازم طبعا في الجدول تبقى عامل حساب الوقت ده، ومتبقاش عامل الجدول على اساس ان انت هتذاكر 24 ساعة طبعا. فدايما احسب الوقت اللي هتبقى فيه مشغول والوقت اللي هتبقى فيه فاضي. والوقت اللي هتبقى فيه فاضي مثلا لو قلنا ان انت هتبقى فاضي 6 ساعات في اليوم، ما تكتبش في الجدول ان انت فاضي 6 ساعات. يعني مثلا اعمل الجدول على اساس ان انت هتذاكر 4 ساعات بس. ليه؟ علشان دايما يبقى عاملين حساب الظروف لو حصلت حاجة ما تخليناش نتعطل. يعني مثلا حاجة حصلت قمت جيت رحت وكده، يبقى في دايما وقت زيادة كان اصلا عندك فاضي، فتقدر تظبط الجدول على الوقت الباقي. وطبعا اهم حاجة محتاجة اقولها لك ان مفيش جدول بيتعمل من غير ما تحط وقت راحة لنفسك. يعني مثلا حطينا ان الجدول فيه 4 ساعات مذاكرة، فلازم يبقى فيه دايما بينهم وقت للراحة. تمام؟ حط في جدولك وقت للراحة. النصيحة رقم 3 بتقولك ايه؟ نصيحة رقم 3 دي بتقولك لازم تقسم فترات المذاكرة. بمعنى ايه؟ بمعنى اني انا مش هينفع اقعد اذاكر ال4 ساعات متواصلين ورا بعض. ليه؟ لان تركيزك اول ساعة طبعا غير تركيزك خالص اخر ساعة. قسم فترات المذاكرة وخلي دايما بريك ما بين الفترة والتانية. يعني مثلا هنذاكر 25 دقيقة وهندي نفسنا 5 دقايق بريك، هنذاكر 45 دقيقة وهندي نفسنا 10 دقايق بريك، وهكذا. يعني 50 دقيقة ربع ساعة كده. أهم حاجة يبقى فيه وقت للمذاكرة ووقت للراحة. النصيحة الرابعة، خلي الجدول دايما مكتوب. يعني ما ينفعش تكتفي ان الجدول يفضل في دماغك، مثلا تقول انا هذاكر النهارده عربي بكره فيزياء بعده انجليزي بعده الماني وهكذا. لا، دايما خلي الجدول مكتوب قدامك علشان كل ما تخلص حاجه تنجزها. ليه؟ لان ده بيديك تشجيع كده حلو، اللي هو انا انجزت فخلصت فهشطب على اللي انا خلصته. فدي حاجه حلوه. ممكن تستخدم ورقه وقلم عادي وتكتب عليها الجدول بتاعك، او ممكن تستخدم نوشن، او ممكن تستخدم جوجل كالندر، او في ابلكيشنز كتير جدا ممكن تستخدمها هتساعدك جدا انك تعمل الجدول بتاعك. ممكن ان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو عن ايه الابلكيشنز اللي ممكن تستخدمها وتساعدك تعمل جدول او تساعدك تنظم يومك وكده. ممكن ابقى اعمل كده ان شاء الله. المهم، زي ما قلنا الجدول ما يبقاش في دماغك، دايما يبقى مكتوب على ورقة وحطه قدامك. يعني مثلا عند المكتب جنب الكتب والحاجات بتاعتك، فدايما خليه باين. النصيحة رقم 5، خلي الجدول بتاعك مرن. لان مفيش جدول مثالي، وعادي جدا انك تتأخر او ما تلحقش تنجز الحاجات اللي انت كتبتها. ببساطة هنعمل ايه؟ حل المشكلة دي اكيد مش هنرمي الجدول، واكيد مش هنبطل نعمل جداول تاني. بس الفكرة كلها ان انت المهمة اللي ما تلحقش تخلصها النهاردة عادي جدا خليها لتاني يوم. يعني المرونة دي هتخليك تحب الجدول وتخليك ان انت
يعني فاهم، مش خانقك او مش مقيدك الجدول. فيعني اي حاجه متلحقش تعملها النهارده عادي خليها مع حاجات بكره، خلي دايما الجدول بتاعك مرن. النصيحة رقم 6: خلي وقت للمراجعة. يعني بعد ما تخلص مذاكرة النهاردة كلها، خلي 10 دقايق في الآخر كده، ربع ساعة، تراجع عليهم الحاجات المهمة اللي انت خدتها طول اليوم. يعني مثلا ذاكرت مادة النهاردة وخلصتها خلاص، وخدت بريك بتاعي كبير، وقعدت عملت كل اللي انا عايزاه، وقبل مثلا ما اجي انام في بيبقى ربع ساعة 10 دقايق كده اراجع فيهم الحاجات، النقاط بس المهمة اللي انا اخدتها. فده هيساعدك جدا ان يثبت المعلومة عندك. فدايما خلي في وقت للمراجعة اخر اليوم. نصيحة رقم 7: ما تذاكرش مادة واحدة في اليوم. ليه؟ لان انت كده تزهق بسرعة ودماغك هتتعب. فانت المفروض تخلط ما بين المواد، يعني ذاكر مادة صعبة ومادة سهلة، او ما تفضلش مثلا اليوم كله او وقت المذاكرة كله لمادة واحدة. يعني مثلا ذاكر مادتين في اليوم او مثلا 3 مواد، بس الاحسن ذاكر مادتين في اليوم، مادة سهلة ومادة صعبة. النصيحة رقم 8: تحديد اهداف يومية صغيرة. يعني ما ينفعش ابدا تقول ان انا هراجع مثلا النهارده او هذاكر نص الماده النهارده، ده طبعا حاجه غلط خالص. يعني دايما خليك محدد، وقول مثلا انا هذاكر النهارده اول فصل او اول فصلين. يعني ينفع خليك محدد، مش هذاكر نص الماده او هذاكر الماده كلها النهارده. هذاكر مثلا فصل النهارده، هذاكر درس النهارده، هراجع على الجزء ده. فخليك دايما محدد في الحاجات اللي انت بتكتبها، وخلي الحاجات اللي انت بتكتبها دي صغيره علشان كل ما تنجز اكتر. يعني الحاجات الصغيرة بتخلص اسرع، فكل ما تنجز اكتر كل ما هتحس ان انت انجزت اكتر، وتحس ان انت كل ما تعلم على الحاجة الصغيرة اللي انت خلصتها دي هتحس بالانجاز اكتر، وده هيديك طاقة حلوة كده ان انت قادر تكمل باقي الحاجات اللي موجودة عندك في يومك. النصيحة رقم 9: راقب نفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا كل يوم قبل ما انام هشوف انا خلصت ايه النهاردة، وايه اللي مفروض هيتأجل لبكرة، او ايه اللي هيتأجل ليوم تاني. الفكرة مش هنا علشان تلوم نفسك وتقول انا ليه مخلصتش كل حاجة النهاردة، بس عشان تبقى عارف ايه اللي حصل النهاردة، وايه اللي خلص وايه اللي مخلصش وكده. كل اللي انا عايزاك تعرفه من النقطة دي انك بس هتشوف ايه اللي انا مخلصتوش النهاردة، او ايه اللي انا كان المفروض يتعمل النهاردة وما اتعملش، وهحطه في يوم تاني علشان نخلصه. نيجي بقى لأهم نصيحة في العالم، رقم 10 معانا، وهي كافئ نفسك. بعد ما تخلص النهاردة، مثلا خلصت النهاردة مثلا كان يوم صعب وكان في حاجات كتير، وبعد ما خلصتها لازم تكافئ نفسك وتدي لنفسك حاجة حلوة. يعني مثلا اتفرج على حاجة بتحبها، او هات لنفسك حاجة بتحب تاكلها، او اعمل اي حاجة بتخليك مبسوط وتحسسك ان انت عملت انجاز. تمام؟ فبعد كل جزء، بعد ما تخلص مثلا جزء كبير، او بعد ما تقعد فترة طويلة ماشي على الجدول بشكل كويس، حاول دايما تكافئ نفسك. خلينا نراجع سوا بسرعة كده على الحاجات المهمة اللي احنا قلناها. رتب اولوياتك، اعرف وقتك الحقيقي، قسم الوقت ده مع فترات للراحة وفترات للمذاكرة، خلي الجدول دايما قدامك، وخليه دايما جدول فيه مرونة، وفي الاخر نراجع اللي احنا عملناه ونكافئ نفسنا دايما. ومحتاجة اقولك ان الجدول موجود علشان يسهل عليك الدنيا، وان عادي تعمل جدول واتنين وتلاتة، وان السنة ان شاء الله هتبقى طويلة وهتعرف تعمل كل اللي انت عايزه. فاتمنى لك بجد سنة سعيدة ان شاء الله. بس روح ذاكر بقى، امشي.